مفيش حاجة في الدنيا اسمها صدفة. كل الحاجات اللي بتفتكروها صدفة وراها ترتيب دقيق جدا جدا. انتوا ما تعرفوش عنه أي حاجة. اكتبوا السطرين دول في ورقة صغيرة وخلوها معاكم وانتوا بتسمعوا القصة دي، علشان في نهايتها أنا هثبت لكم إن مفيش في الدنيا حاجة اسمها صدفة. أنا الرائد طارق عصام الدين، جيمس بوند وزارة الداخلية. عشقي المبكر للروايات والأفلام البوليسية كان ليهم فضل كبير عليا في حياتي العملية لما كبرت. اتربيت على روايات أجاثا كريستي وأفلام هيتشكوك واتعلمت منهم درس مهم قوي بقى منهجي في الشغل بعد كده لما بقيت ضابط مباحث. الدرس اللي اتعلمته إن في أي جريمة بشتغل عليها وبحاول أحل اللغز بتاعها، أول ناس لازم أشك فيهم هم أبعد ناس عن دايرة الشك. والقناعة دي كانت مفتاح السر في كل القضايا المستعصية واللي محدش لقى لها حل غير العبد لله. وده السبب اللي خلى زمايلي في الوزارة يسموني جيمس بوند. وده اللي حصل معايا في آخر قضية مسكتها، واللي اشتغلت فيها بتكليف مباشر من السيد مدير الأمن شخصيا. ورغم إن سني صغير ورغم إن القضية ما كانتش في الاسم اللي أنا تبعه أصلا، بس كانت قضية رأي عام والبلد كلها بتتكلم عنها. قضية قتل المطربة رانيا الشيخ. كل اللي اشتغلوا على القضية دي قبلي اشتغلوا بطريقة غلط. كانوا بيسلطوا الضوء طول الوقت على الناس اللي أصلا جوه دايرة الضوء. حد كان متخانق معاها، حد كان على خلاف معاها، حد مديون لها بمبلغ كبير، حد غيران منها وبينافسها في السوق. كل دول طبيعي إن الشبهات تحوم حواليهم. هم أصلا واقفين تحت دايرة الضوء، وده سبب كافي يخليهم يخافوا يفكروا في الجريمة. لكن أنا لما اشتغلت على القضية اشتغلت بطريقتي أنا. بدأت أدور على الناس اللي واقفين في الظل وأشوفهم مستخبيين من إيه، وأجيبهم وأوقفهم أنا في النور. وأول واحد انطبقت عليه المواصفات دي كان جوز القتيلة، الملحن سامح الطيب. سامح ورانيا اتجوزوا عن قصة حب كانت كل الدنيا بتحكي عنها. وبعد الحادثة انتشرت صوره في الجرايد والمجلات وهو منهار، وكل الناس كانت بتقول إنه مش هيكمل بعدها بكام شهر. لكن أنا كان ليا رأي تاني، ولفت نظري تفصيلة صغيرة محدش خد باله منها قبل كده. السلسلة الذهب اللي عليها اسم سامح واللي كانت رانيا بتطلع في كل البرامج وهي لابساها، ولما بتتسأل عنها بتقول إنها أول هدية سامح جابها لها، وإنها مش هتقلعها غير لما تموت. ولما رانيا اتقتلت ما كانتش لابسة السلسلة، وده معناها إن حبها لسامح هو اللي مات. ومن هنا كان بداية الطريق لاكتشافي إن سامح هو القاتل. في اللحظة دي تحديداً بدأت قصتي الحقيقية. بعد ما حليت لغز القضية اللي شغلت الرأي العام كله، تليفوني ما كانش بيبطل رن ثانية واحدة. ما بين برامج بتطلب تعمل معايا لقاءات وجرايد عايزة تاخد مني كلمة، وأنا الحقيقة ما بحبش الجو ده خالص. أنا مش نجم سينمائي، أنا مجرد واحد بيحب شغله وبيحاول يعمله صح، مش أكتر من كده ومش أقل من كده. لما زهقت من دوشة الموبايل قررت أغير رقم تليفوني ورحت اشتريت شريحة جديدة خالص وركبتها في التليفون، وقلت خلاص هنام في هدوء ومن غير دوشة. لكن ده ما حصلش خالص، لأني بمجرد ما حطيت الشريحة في الموبايل فوجئت بسيل من المكالمات والرسائل اللي جايالي من أرقام غريبة، وكلها بتسأل عن واحدة اسمها وعد. أنا عارف إن قليل البخت يلاقي العظم في الكرشة. واحد فقري زيي يوم ما يشتري رقم جديد علشان يرتاح من الدوشة يطلع كان بتاع واحدة حبايبها كتير وكلهم جايين يدوروا عليها عندي. من غير ما أفكر طبعا كسرت الشريحة ورجعت للراجل اللي اشتريتها منه وقلت له الله يبارك لك، أنا عايز رقم يكون صعب شوية علشان نفسي أنام. اشتريت الشريحة الجديدة وركبتها في الموبايل ورحت البيت. كانت نهى نايمة وداليا مراتي قاعدة قدام التسريحة بتتزوق وبتحط برفان. طبعا بيني وبينكم شميت ريحة الجدر بغريزتي البوليسية وقررت أخلع، لأني فعلا النهاردة هموت وأنام. فأول ما دخلت سألت عن القميص الموف بتاعي اللي أنا عارف بقالي يومين إن داليا حرقته وهي بتكويه، ومش عايزة تقولي علشان ما اتخانقش معاها فسايباني على أمل إني أنساه، بما إني أصلا ما عنديش أكتر من القمصان. فسألتني عايزه ليه دلوقتي، فقلت لها عايز أروح الشغل بيه بكرة. فقالت لي مش عارفة والله، أنت هدومك كتير قوي أصلا، وأنا هموت وأنام دلوقتي ومش قادرة أدور لك عليه، بكرة الصبح أبقى أشوفه لك. تصبح على خير يا حبيبي. ونجحت الخطة بفضل الله، والله وعملوها الرجالة. ونمت نوم عميق ما استمرش أكتر من ساعتين ونص،
لحد لما تليفوني رن. صحيت وبصيت في الساعة لقيتها 3 الفجر. كنت فاكر في الأول إن موبايل داليا هو اللي بيرن لأنها حاطة نفس الرنة بتاعتي، ودايما بتزودني بالحكاية دي. بس لما بصيت على تليفونها لقيته قاطع شحن. يبقى تليفوني أنا هو اللي بيرن. وبعدين بقى، هو أنا موعود يا ربي أشتري أرقام كانت مع ناس مهمة قبلي؟ رديت على التليفون لقيت واحدة هي اللي بتتكلم وصوتها كان هادي جدا. عارف الهدوء اللي يخوف؟ هو ده. أول ما رديت قالت لي كلمة واحدة: ازيك يا حلمي؟ قلت لها النمرة غلط يا فندم وقفلت. اتصلت تاني وقالت لي انت بتقفل السكة في وشي يا حلمي؟ ده انت قليل الذوق قوي. قلت لها يا انسة ولا يا مدام انا مش حلمي، قلت لك النمرة غلط. قالت لي لا انت حلمي. قلت لها تمام انا حلمي، ايه المطلوب دلوقتي؟ قالت لي تجيلي دلوقتي يا حلمي. قلت لها اجيلك فين يا ست انت مجنونة ولا ايه؟ قالت لي تجيلي فين؟ انت اللي لازم تعرف مش انا اللي هقولك، وانا مش مجنونة بالمناسبة. قلت لها لما انت مش مجنونة تبقي ايه بالظبط؟ كانت لسه هتقول حاجة بس قطعتها فجأة وقالت لي روح دلوقتي علشان بنتك بتعيط. بنتي؟ يعني ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انت تعرفي بنتي منين؟ انت مين بالظبط؟ قالت لي بقول لك اتحرك دلوقتي شوف البنت وبعدين هتعرف كل حاجة في وقتها. رميت التليفون من ايدي وجريت على أوضة البنت. لقيت الباب مقفول. فتحت الباب لقيتها واقفة وراه ومفطورة من العياط، وطبعا أنا ما كنتش سامع صوتها علشان الباب كان مقفول. صحيت داليا وقعدت ازعق لها وقلت لها انا مش قلت لك 100 مره الباب ما يتقفلش على البنت علشان بتخاف؟ افرضي صحيت بالليل وكانت عايزه الحمام ولا كانت خايفه، تطولي الاكره ازاي دي علشان تفتح الباب؟ قالت لي معلش والله انا نيمتها وكان الباب مفتوح وقفلته بعد ما اتاكدت انها نايمه كويس. قلت لها وقفلتيه ليه اصلا؟ قربت من ودني وقالت لي بصوت واطي علشان نهى ما تسمعش: اصل النهارده الصبح شفت فار في الشقه ومش عارفه جالنا منين، وخفت يدخل اوضه نهى وهي نايمه فيسرعها. قلت لها ما هو من اهمالك يا هانم، سكتي البنت دي على ما اشوف التليفون اللي معايا. رجعت للتليفون وانا لسه ما فقتش من الصدمه وقلت لها هو انت مين بالظبط؟ وكانت المفاجاه انها قالت لي انا وعد. لما سمعت كلمه وعد اتوترت. مش عارف ليه حسيت بخوف وحسيت اني داخل على كابوس مرعب. خدت التليفون وخرجت بيه في الريسبشن عشان اتكلم بعيد عن داليا. انت وعد؟ وعد مين؟ صاحبه التليفون اللي انا اشتريته؟ طب وجبتي رقمي الجديد منين؟ ده انا لسه شاريه من ساعتين وما اديتوش لحد. وعرفتي اسم بنتي ازاي؟ واهم من كل ده، عرفتي ازاي انها في اوضتها وبتعيط؟ ده انا عايش معاها في الشقه وما سمعتهاش. ما تسالش يا حلمي، انت ما اشتريتش نفس التليفون اللي كان معايا صدفه، وانا ما اخترتكش انت بالذات صدفه. كل حاجه مترتبه يا حلمي. حلمي مين؟ انا طارق، طارق عصام الدين. ومين قالك ان هو ده اسمك؟ يعني ايه مين قال لي ان ده اسمي؟ انت هتشككيني في اسمي كمان؟ وهو مين اللي بيختار لنا اسامينا يا حلمي؟ مش اهالينا؟ يعني مش احنا اللي بنختارها؟ متمسك قوي ليه باختيار مش اختيارك؟ انا محتاجاك يا حلمي وما تتاخرش عليا. هبعت لك بكره رساله مع المرحومه ام كلثوم، اول ما تسمعها تخرج من البيت وتجيلي الكافيتيريا اللي كنت بتقابل فيها داليا وانتم مخطوبين. انت مين؟ اشتغاله صح؟ انت اشتغاله، واحد صاحبي زقك عليا علشان تشتغليني. ما تتاخرش يا حلمي، اول ما المرحومه ام كلثوم تندهلك تتحرك من البيت على طول. وعلى العموم انا وصيتها تبلغك الرساله الساعه 10:35 دقيقه بالظبط. سلام يا حلمي. قفلت التليفون وانا دماغي عماله تلف ومش فاهم اي حاجه. بعترف اني اول مره في حياتي احس اني مش عارف افكر. اللي بيحصل لي ده ولا الخيال. يعني ايه اشتري خط تليفون جديد فالاقي ناس بتتصل بيه وتسال عن واحده اسمها وعد، وبعدين اكسر الخط واشتري واحد غيره الاقي وعد نفسها هي اللي بتكلمني. لا وايه، عارفه ان بنتي في الاوضه اللي مقفول عليها بتعيط. انا مش فاهم حاجه. وعلى ما بدات افوق من الصدمه لقيت داليا واقفالي على باب الريسبشن وحاطه ايديها في وسطها وبتقول لي كنت بتكلم مين يا طارق؟ مش عارف، رقم غلط. رقم غلط وبترغي معاه كل ده؟
ليه عملت معاه صحوبية؟ انت كنت بتكلم واحدة ست يا طارق. داليا، انا مش فايقلك، الله يكرمك ادخلي نامي وسيبيني في حالي. داليا دخلت تدب في الارض وهي متغاظة، ودخلت على أوضة نهى ونامت معاها. في الليلة دي أنا معرفتش أنام بطبيعة الحال، ما جاليش نوم من كتر التفكير. كل الروايات والأفلام البوليسية اللي شفتها في حياتي ما ادتنيش تفسير واحد للي بيحصل ده طبعا ناهيكم عن دراستي في الكلية ال4 سنين. ما شفتش ولا سمعت أي حاجة شبه اللي بيحصل لي دلوقتي. كل اللي قدرت أعمله إني أول ما رحت الشغل تاني يوم اديت الموبايل ده لواحد صاحبي في مباحث التليفونات. قال لي هجيب لك حكايته كلها النهاردة بس على آخر النهار كده. كان قاعد معايا شريف صاحبي، حكيت له الحكاية وقعد يضحك عليا. قال لي أنا مش مصدق إن طارق بوند بجلالة قدره يتسوح التسويحة دي واحدة عاملة فيك مقلب يا عم طارق. إزاي يا شريف؟ ده شكل مقلب؟ واحدة إيه دي اللي مخوية عفاريت علشان تعرف تعمل كل ده؟ يا عم اسمع مني، هما النسوان بيغلبوا؟ ده الست غلبت الشيطان، واحدة فاضية وبتتسلى عليك. اسكت يا شريف اسكت، تعرف تسكت؟ أنا غلطان أصلا إني باخد رأي واحد زيك. فضلت طول النهار مستني تليفون صاحبي اللي في مباحث التليفونات علشان يجيب لي بيانات الشريحة اللي اتعمل منها المكالمة بتاعت الست وعد دي. التليفون بتاعي رن، جريت عليه لكن ما كانش صاحبي، دي كانت ماما بتطمن عليا. بعد السلامات والتحيات والذي منه ومراتك عاملة ايه وبنتك وحشاني وما بتجيش ليه يا ابن الكلب، لقيت نفسي فجأة بقول لها بقولك ايه يا ماما، هو مين اللي سماني طارق؟ انتي ولا بابا؟ ضحكت وقالت لي هو انت بقى خلصت القضية اللي كانت شاغلة البلد كلها وفضيت خلاص؟ ما بقاش وراك حاجة وقاعد بتفكر في قصة حياتك من أولها؟ ولا يا ولا ما تكونش اتشهرت وناوي تكتب مذكراتك؟ ادينا بندردش يا ست الكل، وحشتني الدردشة معاكي. على ماما برضو يا ولا شغل المباحث ده؟ يا واد إذا كنت انت اتربيت على الروايات البوليسية ما تنساش إن أنا اللي كنت بشتريها لك. ابدا والله يا ست الكل، ده سؤال عادي. على العموم أنا اللي سميتك طارق، لو مش عاجبك الاسم احمد بقى ربنا إني ما سبتش أبوك هو اللي يسميك. انت عارف أبوك متدروش وفاكر نفسه ولي من أولياء الله الصالحين وهو حرامي أصلا، وأنا حامل فيك حلم إني خلفت ولد، وأول ما نزل ركب على حصان أبيض وطار بيه في السماء، ولما خلفتك كان فاكر إن أحلامه ما بتنزلش الأرض وقال شفتي مش أنا أول واحد بشرتك إنك هتجيبي ولد؟ أهو ده حلمي. وكان عايز يسميك حلمي بس أنا مرضتش، قلت له حلمي مين يا أخويا؟ إحنا هنسميه طارق. ادعي لي بقى، لولايا كان زمان اسمك حلمي. خلصت التليفون مع أمي وأنا حاسس إن الخوف ركبني ودلدل رجليه. في حاجة غير علمية بتحصل معايا، أول مرة ما بقاش فاهم فيه إيه. بالليل خلصت شغلي ورحت البيت، لقيت داليا قاعدة قدام التلفزيون وضربة البوز ال3 متر المعتبر، وبيني وبينكم دماغي ما كانتش رايقة للنكد خالص، فقررت أصالحها علشان أفوق للحدوتة الغريبة اللي أنا عايش فيها دي. كانت طبعا تقلانة في الأول بس ما خدتش وقت كبير واتصالحت الحمد لله. قلت لها ها بتتفرجي على إيه دلوقتي؟ قالت لي دي حفلة أم كلثوم، بحب الأغنية دي قوي. أنا لسه ملاحظ دلوقتي إن أم كلثوم هي اللي شغالة في التلفزيون، ما كنتش واخد بالي خالص. في اللحظة دي كانت أم كلثوم بتغني الكوبليه. بصيت للساعة في إيدي لقيت الساعة 10:35 دقيقة بالثانية. سبت داليا من غير منطق ولا كلمة ونزلت أجري، ركبت عربيتي ومشيت. كان في حادثة كبيرة وقفت الطريق أكتر من ساعة، وأخيرا وصلت الكافيتيريا. لقيت بنت قاعدة على نفس الترابيزة اللي كنت بقعد عليها أنا وداليا أيام الخطوبة. مش عارف ليه حسيت إنها هي. أول ما رحت عندها قالت لي أنت اتأخرت يا حلمي، وقتك معايا فاضل فيه نص دقيقة بس هقولك فيها إني محتاجالك أنت بالذات. قلت لها محتاجاني في إيه؟ إيه اللي أقدر أساعدك بيه أصلا؟ قالت لي عايزاك تقف جنبي يا حلمي، أنا وقتي خلص لازم أمشي دلوقتي. وسابتني فجأة وقامت مشيت. قمت وراها علشان ألحقها، وكان في ويتر معدي بصينية عليها عصير مانجا، خبطت فيه والمانجا وقعت على القميص، وطبعا قعد يعتذر لي بدل المرة 100، وأنا حاولت أفهمه إنه والله ما فارق لي، أنا مركز في حاجة تانية. يا دوب ببص عليها ما لقيتهاش، قلبت عليها الدنيا، فص ملح وداب.
ركبت العربية وقررت أروح البيت. لقيت صاحبي بيكلمني وبيقول لي معلش اتأخرت عليك، كان عندي شوية شغل. التليفون اللي اديتهولي متسجل باسم واحدة اسمها وعد إبراهيم المنصوري، العنوان في اسكندرية في فيلا المنصوري. ما قدرتش أستنى لتاني يوم وسافرت في ساعتها على اسكندرية، 2.5 ساعات وكنت في العنوان. دخلت الفيلا والشغال قعدني في الصالون على ما يبلغ صاحب الفيلا إني مستنيه. ببص على الحيطة، عيني وقعت على صورة البنت اللي كانت معايا في الكافيتيريا من 2.5 ساعات. الصورة كانت محطوطة في برواز كبير وعليه شريط أسود. عرفت إن وعد اللي أنا كنت لسه قاعد معاها من ساعتين دي واحدة مقتولة بقالها 7 شهور، وقضيتها اتحفظت ضد مجهول لما البوليس والنيابة معرفوش يوصلوا لأي حاجة فيها. حاولت أكلمها على تليفونها اللي معايا، لقيت الرقم غير موجود بالخدمة. روحت البيت وأنا دماغي هتقف من كتر التفكير. لقيت في حملة نظافة معمولة في البيت بقيادة مراتي وأم محمد اللي بتساعدها في شغل البيت، وكانوا بيرشوا البيت كله بمبيد حشري علشان الفار اللي دخل الشقة. بيني وبينكم فرحت من جوايا إن داليا مشغولة عني بحاجة، وإني هرتاح من نكدها وزنها اللي أنا أصلاً مش مستعد خالص ليهم دلوقتي. طلعت البلكونة أشرب سيجارة، مع إني كنت مبطل بقالي حوالي 7 شهور. مش عارف دي برضو صدفة ولا هيطلع ليها معنى هي كمان. وعد ميتة من 7 شهور وأنا مبطل من 7 شهور، وعد ظهرت لي دلوقتي وأنا بشرب سيجارة دلوقتي. وأنا واقف في البلكونة موبايلي رن. بصيت عليه بسرعة لكن ما كانش رقمها اللي بيتصل، كان تليفون مش متسجل. ما ردتش أول مرة، فرن تاني، وساعتها رديت وسمعت صوتها هي. كانت بتقولي: ها، اتأكدت يا حلمي؟ عرفت اني اتقتلت وحقي ضايع؟ انا عايزة حقي يا حلمي. المرة دي حاولت استدرجها في الكلام لحد ما أوصل لللابتوب بتاعي وأشغله. محسن صاحبي اللي في مباحث التليفونات بيبقى أونلاين على الفيس ليل ونهار. كنت عايز أبعت له الرقم والمكالمة لسه شغالة، ده هيساعده يحدد موقعه بسهولة. انا اخترتك انت يا حلمي علشان محدش هيعرف يجيب لي حقي غيرك. انا عارفة انك اشطر ضابط في الداخلية كلها. ما تسيبش اللي قتلني يا حلمي. طيب مين اللي قتلك؟ دليني عليه طيب. انت اللي لازم توصل له بنفسك. انا معرفوش يا حلمي. مش متخيل إن قاعد دلوقتي أهزر مع واحدة مقتولة من 7 شهور. يعني أنت عارفة عني كل ده وعندك كل القدرات دي ومش عارفة مين هو اللي قتلك؟ انا دلوقتي روح بريئة ومظلومة، طايرة في كل مكان وبتدور على اللي قتلها. مفيش حيطان بتحوشني ولا قوانين بتحكمني. لكن لما اتقتلت كنت زيك وزي كل الناس، بني ادمة من لحم ودم. قدراتي محدودة. معرفتش مين اللي قتلني، ما شفتش وشه علشان اعرفه يا حلمي. دلوقتي أنا كنت فعلا بتكلم مع محسن وبعت له التليفون اللي بتكلمني منه. حلمي، لما اكلمك ركز معايا، ولو عايز تكلم محسن تقدر تستنى بعد ما اخلص كلامي معاك. وما تقلقش، هسيبك تعرف مكاني. انا ازاي اصلا عايز حقي من واحد مش واثق فيا؟ لو مش قد القضية سيبها يا حلمي وانا اشوف حد غيرك. قضية إيه دي؟ دي أغرب قضية سمعت عنها في حياتي. وهو في واحدة في الدنيا تعمل بلاغ بعد ما اتقتلت؟ وانت فاكر يعني ان دماغك الصغيرة دي وصلت لكل حاجة في الكون؟ فهمت كل اسرار الدنيا خلاص؟ لسه بدري يا حلمي، مش هتفهم اي حاجة غير لما تعدي السور. انت لسه ورا الحجاب. طيب ما أنت ورا السور والحجاب اتشال من على عينيكي، عايزة إيه بقى من واحد غلبان وجاهل زي حالاتي ولسه ما عداش السور؟ انت في الدنيا يا حلمي، انا براها. حتى لو عرفت مين اللي قتلني ما اقدرش اخد حقي منه من غير مساعدة واحد زيك. ارجوك يا حلمي ساعدني. يلا هشوفك بكرة. إمتى وفين؟ اول ما تسمع اسمي على لسان مراتك اقف في البلكونة وبص في الشارع. وقفلت التليفون. كلمت محسن بسرعة أول ما قفلت معاها. إيه يا محسن، عملت إيه؟ طارق، انت جبت الرقم ده منين؟ الرقم ده كلمني. مستحيل يا طارق، انا مش مصدق. بس مش هصدقك ازاي؟ ده انا اللي عامل له تراكنج بنفسي. في إيه يا محسن، ما تبوظش أعصابي أكتر ما هي بايظة الله يرضى عليك. فين الموقع بتاع أم التليفون؟ على حسب اللي قدامي يعني المكالمة دي اتعملت من البحر الاحمر. محافظة البحر الأحمر؟ طيب حلو، فين بالظبط؟ لا يا طارق، في البحر الاحمر، في نص البحر الاحمر، في المية يا حبيبي. المكان ده استحالة يكون فيه سيجنال، ده اقرب برج تقوية منه على بعد 20 كيلو. محسن ابعت لي بيانات الخط ده بسرعة. ضحى عبد المجيد
خدت البيانات من محسن واتصلت بأشرف صاحبي، أشطر ضابط تحريات في الوزارة. اديته البيانات اللي معايا وقلت له عايز أعرف كل حاجة عن البنت دي، محتاج البيانات دي في قضية شغال عليها، هتحتاج وقت قد إيه؟ قال لي اديني 5 ساعات بالظبط. قلت له لا، ساعتين كفاية يا كامل. ساعتين كفاية يا أشرف، انجز. وقعدت الساعتين دول أحرق في سجاير لحد ما جالي تليفون من أشرف وقال لي البنت دي ماتت في 2005. قلت له ماتت إزاي؟ قال لي ماتت غرقانة في البحر الأحمر في عبارة السلام. والله عالي يا ست وعد، خلصتي رصيدك وبتكلميني من تليفون زميلتك؟